السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي ليكم دكتور رامي اسماعيل من أحد أكبر المؤتمرات في القلب، ومعايا واحد من أكبر الأساتذة في إعادة التأهيل للقلب، عشان كده حبيت تستفيدوا منه النهاردة. تشرف بحضرتك. أنا دكتور خالد سعيد، أستاذ أمراض القلب طب عين شمس. اهلا وسهلا دكتور خالد، ربنا يكرمك. كنا دلوقتي بنتكلم في سيشن طويله جدا، وحبيت حضرتك تدي معلومات دي للناس عن ان زمان كان مريض القلب يقولوا له اقعد في البيت، اللي عمل عمليه في القلب ينام، اللي جاله جلطه في القلب ده يقعد شهر في البيت. وزمان ايام الرئيس الامريكي لما جاله ازمه في القلب سمحوا له يقعد على كرسي بعدها باسبوع بالعافيه. دلوقتي الكلام ان الواحد لازم يتحرك ويمشي يعني ايه النصائح اللي حضرتك تقدمها لواحد مثلا جاله جلطه في القلب، عمل عمليه في القلب، عمل قسطره في القلب، واحد جاله ضيق في شرايين القلب، من ناحيه الريهابيليتيشن او التخصص بتاع سيادتك، حتى يستفيد الناس. قرب شويه كده عشان هو احسن كده احسن. السلام عليكم. اولا هو النقطه بتاعت الكاردياك ريهابيليتيشن او اعاده التاهيل بعد مرضى القلب بعد المشاكل اللي حصلت في القلب، دي احد النقاط المهمه، لان دي اللي بتخلي العيان يقدر يستعيد الحياه الطبيعيه بتاعته. احنا الهدف الاساسي من ان انت تعالج مريض القلب مش بس ان انت تخفف الوجع او تعمل حاجه كده، من الهدف الاساسي ان انت ترجع البني ادم ده شخصيه منتجه وعامله في المجتمع بتاعه وفي البيئه بتاعته. احنا مش بنعالج قلب، بنعالج بني ادم كامل، عشان يرجع تاني شخصيه في المجتمع بتاعه، يقدر يشوف بيته، يقدر يشوف مصالحه، يقدر يشوف اللي وراه. دي نقطه مهمه جدا. زمان كنا بنقول لمريض القلب انت محتاج ان انت تبقى قاعد في السرير ما بين 5 و6 اسابيع. دلوقتي الكلام ده اتغير، احنا بنقول انت هترجع للنورمال لايف او للحياه الطبيعيه بعد 5 اسابيع، انما انت لازم تبتدي تتحرك بعد 48 ساعه. الوقت اللي الاود ان المريض يبقى نايم فيه في السرير هو اول 48 ساعه، بناء على التقييم الطبي للحاله. هل هي جلطه في القلب واتعالجت؟ هل هو خد الدواء المذيب للجلطه؟ هل هو عمل قسطره وفتح الشريان اللي كان فيه جلطه؟ هل خد علاج كافي ولا لا؟ وابتدت الالام ما تبقاش موجوده، وابتدت الحاله الصحيه بتاعه القلب بتاعته تبقى مستقره، ما بقاش فيه نهجان، ما بقاش فيه الام متكرره، ما فيش اضطراب في ضربات القلب، ما فيش لخبطه في الضربات بتاعه القلب. العيان المفروض ان هو من تاني يوم يبدا ان هو يغادر السرير بتاعه، يبدا يتحرك جوه البيت. مسموح للعيان ان هو في خلال اول اسبوع انه يتحرك جوه البيت. دايما بقول للعيان بتاعي من تاني يوم قوم من السرير، بس ما تطلعش بره البيت، اتحرك جوه البيت. قوم اقف في البلكونه، قوم اقعد في الليفنج، قوم اقعد في الصالون، قوم اقف مع مراتك في المطبخ. اتحرك جوه البيت، مش في السرير فقط للنوم، عشان امنع مضاعفات كتيره ممكن تحصل، عشان امنع جلطات في الاورده، ان العيان ده يجي له جلطه في الاورده بتاعته، ان العيان ده يجي له التهاب في صدره. لو كان عيان مدخن وبطل ودلوقتي وقف التدخين فجاه، ممكن يجي له التهابات في صدره. العيانين الكبار اللي نايمين في السرير ممكن فعلا يتعرضوا لالتهابات في الصدر. فده لازم من تاني يوم ان هو يبدا يتحرك، انما بنحذره ان انت لا، اول اسبوع ده لا، ما تخرجش من البيت. ده اللي هو مثلا جاله جلطه وعمل قسطره في القلب بالظبط، ده قاعد اول اسبوع في البيت. بعد اول اسبوع هينزل يروح للدكتور بتاعه علشان يعمل له اعاده تقييم للوضع بتاعه. هل اموره مستقره؟ هل ضغط الدم مستقر؟ نبضات القلب مستقره؟ ما فيش اي دلائل بتقول ان في هبوط في عضله القلب؟ ما فيش دلائل بتقول ان في قصور في الشرايين او لخبطه في ضربات القلب؟ ساعتها بيبتدي الدكتور بتاعه يقول له خلاص دلوقتي نقدر نبتدي نتحرك بره البيت. عايزك تبتدي تنزل تتحرك بره البيت، نبتدي نمشي 5 دقائق في اليوم. لما همشي 5 دقائق في اليوم انا همشي ماشيه عسكريه، مش نازل بتمشى في الشارع، انا بمشي ماشيه عسكريه لمده 5 دقائق. واعمل ال5 دقائق دي مره واحده في اليوم، بشرط ان انا ما اعملهاش على مطلع، ما اعملهاش وانا واكل، وما اعملهاش في جو بارد عليا، عشان ما اتفادى كل الحاجات اللي ممكن سبازم او يتقفل بالظبط، اللي ممكن تحمل على القلب تحميل زياده. لسه طالع من جلطه ومركب دعاء بالظبط. ينزل يتمشى 5 دقائق، واقول له لو انت حسيت ان ال5 دقائق دول بينهكوك، ان انت ما بتقدرش تكملهم، ان انت ابتديت تنهج، نفسك ابتدى يبقى سريع، ابتدى في اي الام في الصدر، لا هنقف عند النقطه دي واشوف انا تعبت عند 4 دقائق، يبقى انا اخري في الاسبوع الاولاني 3 دقائق بس. يا سلام، مش هبطل خالص واروح البيت، مش هبطل خالص واروح، انا بتعب عند 4 دقائق، يبقى انا اخري 3 دقائق، وافضل على ال3 دقائق دي اسبوع كمان تاني. وبعدين ارجع تاني اعمل محاوله ان انا ارفع تاني ل5 دقائق. لو انا من اول اسبوع قدرت 5 دقائق، يبقى تاني اسبوع اوصل ل10 دقائق، وهكذا تدريجيا كل اسبوع ازود 5 دقائق، بشرط تاني ان انا ما بقاش واكل، ما بقاش على مطلع، ما بقاش في جو ساقع. تمام. دي الحاجات الاساسيه عشان ما احملش على قلبي. فهمت حضرتك. تمام. لسه التسجيل تمام. بعد ما اوصل بالتدريج ان العيان ده قدر ان هو يمشي نص ساعه في اليوم على سرعه، على مشي عسكريه زي ما بنقول، دي النقطه اللي انا بقول للعيان فيها دلوقتي خلاص انت دلوقتي بقيت فت ان انت تقدر تنزل وتتابع حياتك وتنزل شغلك وترجع. في خلال قد ايه من الجلطه نقدر؟ دايما بنقول للعيان انت محتاج ما بين 4 و5 اسابيع. العيان اللي جاله جلطه تمام، ما بين 4 و5 اسابيع تكون العضله زي ما حضرتك قلت لي، تكون فتره النقاهه اللي احنا بنطلبها لعضله القلب. عضله القلب دي مش زي ايد مكسوره او رجل مكسوره. انت لو ايدك مكسوره او رجلك مكسوره لا قدر الله، انت بتحطها في جبس بتجبسها، صح، فبتوقفها، صح. انما عضله القلب لازم تخف وهي شغاله. القلب لو وقف بني ادم خلاص راح، صح، هي كده شغاله فبتخف وهي شغاله. بالظبط، انت لازم تخليها تخف وهي شغاله، فانت لازم تديها
افضل طريقه انها تخف وهي شغاله، وفي نفس الوقت ما نسمح لهاش انها تريح قوي. عشان كده احنا بنعمل الاكسرسايز او التريننج اليومي ال5 دقائق اليوميه دي لغايه ما اوصل بيها ان العيان ده يقدر يمشي نص ساعه. عند النقطه دي هقول له خلاص انت تقدر تنزل وتعيش حياتك وتبتدي تشوف شغلك وترجع للاكتيفيتيز بتاعتك تاني. لو في الامكانيه ان العيان ده كان من الاول يشترك في برنامج اعاده تاهيل في احد المستشفيات، لو هو قريب منه احد المستشفيات، ده هيبقى ممتاز. انما لو ما كانش، على الاقل الخطوات البسيطه اللي احنا قلناها دي هتفيده قوي. توازي. لكن لو واحد مثلا زي ما بنقول اللي هو الذبحه الصدريه المستقره كرونيك ستيبل انجينا، اللي هو كان مشي بالدواء فتره، او بالمناسبه لو مشي بالدواء بس، لو واحد ما مركبش دعامه ومشي بالدواء بس وظبط سكره وضغطه وكل حاجه، ده مسموح له ايه في التاهيل؟ ما عملش اي انترفنشن، ما عملش اي حاجه تداخليه. ده برضه هيبقى هو احنا بنقول ان هو ذبحه صدريه مستقره. يعني ايه ذبحه صدريه مستقره؟ يعني انا لما بطلع 3 ادوار سلم بيجي لي وجع كويس، ما اطلعش 3 ادوار سلم ما يجيليش الوجع. لما بمشي نص ساعه بيجي لي وجع، لما بمشي 500 متر بيجي لي وجع. صح. فانا عارف الوجع بيجي لي على بارامتر قد ايه او على مقدار قد ايه. خلاص، عند هذه النقطه وانا باخد الادويه بتاعتي كامله هبدا اوصل لقبل النقطه دي. يعني انا بيجي لي 500 متر همشي 450 متر وافضل امشي 450 متر دول بانتظام يوميا لمده 15 يوم. بعد ال 15 يوم دول لما اجي اجرب تاني ال 500 متر هلاقي نفسي ان انا قادر اغطيها من غير ما اوصل وجع، من غير ما يجي لي وجع تاني، وافضل تدريجيا اعمل الكلام ده بيعمل حاجه اسمها اسكيميك بري كونديشننج. الاسكيميك بري كونديشننج ده اللي هو العيان بيبقى ريليزنج ميتابولايتس اللي بتفتح شرايين جديده، بتعمل شرايين جديده، فده يدي العيان ان هو الكولاترالز تفتح، بيبقى فيه الشرايين البديله الربانيه اللي موجوده، وده بيسمح للعيان ان هو يقدر خطوه بخطوه يمشي اكتر ويفتح شرايين بديله. يعني ده حاجه مش كلام على ورق، يعني ممكن بقى عيان بيسمعنا عنده الموضوع ده بيفرق فعلا، ليه نفسه 400 بقى 450 بقى 500 بالزبط. وفي الاخر ممكن يتفادى خالص انه يركب دعامه اصلا لو كان الضيق بسيط، او لو الضيق بسيط، لو الضيق طرفي مش في شرايين اساسيه، مش في اول الشريان، مش في ليفت مين مثلا. الحاجات اللي في اول الشريان دي مفيش حاجه، لا ده طبعا حاجات البروكسيمال ال اي دي، الحاجات اللي فيري سيفير بقى دي اللي لازم تدخل. لكن الحاجات البسيطه الريهابيليتيشن بيفرق فيها أكيد. او اعاده التاهيل، خصوصا في الكرونيك ستيبل انجينا. الانستيبل انجينا لازم يخش يعمل انترفنشن بتاعه اكيد. كرونيك سيندرومز كلها لازم يخش طبعا من اول ساعه. لكن الستيبل ممكن يقدر يمشي والريهابيليتيشن يفيده. ده برضه يقعد بقى على شهور ولا من على طول من ساعتها؟ لا، من وانس ان هو دايجنوزد هو انت بتحدد معاه انت بتقدر تتعب بعد 400 متر، يبقى احنا هنمشي 350 من بكره. فهمت. هو ده اللي يضره القعده في البيت بقى. فهمت حضرتك تمام. اتشرفت جدا بيك. وطبعا زي ما حضرتك قلت لي اخر حته بتاعت فشل عضله القلب، لو واحد بينهج اللي يوقفني ان انا ما اعملش مجهود يخليني انهج، اقف قبل النهجان، ما اوصلش لنقطه النهجان. فهمت حضرتك. يعني نفهمه اختصارا اللي كان حضرتك صحح لي ان انا اول حاجه المشي والرياضه مهمه جدا، ما كانتش زي زمان اللي عنده حاجه في القلب يقعد، ده الرياضه تفيده اكتر. دي اول نقطه. تاني نقطه ان انت جو سلولي اند جو جراديوال، يعني امشي بالراحه وبالتدريج وزود بالتدريج. تعبت ارجع ورا شويه وبعد اسبوع او 2 زود بالتدريج. تالت حاجه العين اللي عنده ذبحه صدريه مستقره، اذا كان الضيق اللي في شرايين وشرايين بسيطه، الريهابيليتيشن او التاهيل او الرياضه يفيده. واخيرا العين اللي جاله جلطه وجزء من القلب ضعف، لازم ياخدها بالتدريج، بس ما يقعدش تدريج قوي، على مدى مثلا 5 أسابيع او شهر ونص تقريبا، وياخد على قد ما يقدر. المهم ان هو يوصل للمجهود اللي قبل ما يتعب فيه. بالظبط. تمام. بالظبط. شاكرين جدا، ويا رب الناس تستفيد من معلومه حضرتك زي ما انا استفدت، وتحياتي جدا لحضرتك. واسمح لنا ان احنا ننشرها الناس تستفيد منها. ربنا يخليك. شكرا. في رعايه الله يا فندم. مع السلامه. اتفضل. زي ما اتعلمنا المعلومه المفيده دي في مؤتمر من اكبر المؤتمرات في القلب، انا نفسي استفدت منها. زمان كان الواحد ما يلعبش رياضه، دلوقتي الواحد لا يلعب رياضه، ويلعب رياضه بالتدريج لو كان عنده ضيق في شرايين القلب او عنده نهجان او عنده ضعف في عضله القلب. لكن لو جاله جلطه في القلب وركب دعامه، اهو ده بالتدريج الشديد. المهم انه ما يوصلش للمجهود اللي يتعبه. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومه الجميله دي. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل، نراكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.